ماشي، احنا هنتكلم عن تشكيل الاهلي وهناخد منه عناوين، يعني نفضل نمشي بعناوين. فطبعا احنا عندنا الشناوي في الجول، دي حاجه مفروغ منها، ومحمد هاني. بس هاني هيطلعنا العنوان الرئيسي بعد اللي حصل في الماتش اللي فات بتاع حرس الحدود. لما تبقى مش في حالتك، مش بتكلم بس على اللاعب، بتكلم على الفرقه. حاول قدر الامكان انك تبعد الشبهات. بمعنى ايه؟ الكره في رجلك، حاول انك مش لازم احافظ عليها، ابني اللعب، شتت، مش هيحصل لك حاجه. لان ده اسوأ بكتير من لان انت مش في افضل حالات الثقه عندك. فبتكون النتيجه ايه؟ هتتخطف منك وهترد فيك جون. الكلام ده ينطبق ويبان جدا في اللي حصل في الجول بتاع محمد هاني اللي كان سهل انه يطلعه. وبيكهام برضه بيعمل كام واحده شبه الحاجات اللي هي شبه كده، ما بيخلصش من الكوره بسهوله. بالظبط كده. وانت في حالتك انت تقدر تعمل اللي انت عايزه، لان الثقه عندك بتخليك سهل انك تتصرف وتطلع احسن ما عندك. دلوقتي انت تحس ان كل لعيب حاسس ان في غلطه هتيجي، فانت ما تصعبهاش على نفسك بقى. في نقطه تانية مثلا كان بيعملها التريزيجيه لما بيلعب وينج يمين، محمد طاهر لما هيلعب وينج يمين، اتمنى ان هو ما يعملهاش. انك ما تسهلش المهمه لمنافسك. بمعنى ايه؟ الوينج اليمين لما بيستلم الكوره، لو مدي ظهره للملعب ورجع بالكوره لوسط الملعب بتاع الاهلي، هتكون المشكله فين؟ انك بتودي الكوره لنص ملعب الاهلي، بتحط نفسك في مشكله ليه؟ فبالتالي لازم اللعيبه تبقى ناصحه في الحته دي. ده بالنسبه لهاني وطاهر اللي هم الجبهه اللي اعتقد ما فيش خلاف قوي ان هي هتحصل في ارض الملعب. مش حسين الشحات؟ لا، لان انا معترض خالص على الفكره بتاعت اللعيب اللي كعبه عالي على الفرقه دي. ليه؟ يعني لو جراديشار كان متاح كنت هقول لك لا، جراديشار احسن من محمد شريف دلوقتي، لان بس محمد شريف يعني كل الاهلاويه يقول لك عنده حظ في الماتشات. انا احب الحظ، بس في نفس الوقت لما تتقطع منك الكوره وانت بتبني اللعب 3 4 مرات، انا مش عايز الحظ، يعني ما انت هتعمل لي مشاكل ورا. فالحظ بتاعك ممكن تستخدمه بقى لما انزلك 10 دقائق. انما الفكره بتاعت انت حالتك عامله ايه، هو ده اهم عندي من انت كعبك عالي على مين. حسين لعيب ممتاز وعمل فرق في الماتش اللي فات، بس حالته البدنيه ما تخليهوش يروح يساعد محمد هاني كتير. والزمالك فايق في الوقت الحالي، فانا محتاج حد يكون دايما عنده النيرف ده. فاحنا بنتكلم على دي الجبهه اليمين مثلا اللي ما اعتقدش ان فيها خلاف كتير. نوصل بقى لوسط الدفاع. احنا عندنا ياسر ثابت، ما فيهوش ادنى مشكله خالص. المشكله جنبه. لو انت هتفكر في بزيرة ده عنوان تاني. لو هتفكر في بزيرة حط ياسين مرعي باك ليفت، لانه هيعملها كويس قوي. واعتقد ياسين مرعي اصلا اكتشاف، اتمنى حسام حسن يبقى مركز معاه. لعيب سريع قوي. مش عايز اشوف بيكم، لان بيكم ضعيف في الكرات العاليه، وبالتالي ده بتلبس الاهلي في ماتشات كتير ورا بعض. بس هتلعب بمصطفى العش، انت عندك مشكله كبيره ان مصطفى العش وهو بيلعب سنتر باك، احنا بنتكلم على ان الراجل ثقته في نفسه مش عاليه في اليومين دول. فبالتالي مثلا في ماتش الحرس الدقيقه 14 هو بيلعب برجله كويس، بس هو مرتبك اليومين دول. فهتفكر في الاهلي ولا هتفكر في بزيرة؟ هتفكر في الاهلي حط ياسين مرعي سنتر باك. هتفكر في بزيرة حط ياسين مرعي باك ليفت. ودي تفرق كتير قوي في الحسبه لو انت عايز تقفل عليه. بالظبط كده. لو عايز تقفل عليه هيبقى ناحيه الباك ليفت هتحط ياسين. بالظبط كده. مش عايز تقفل وانت عايز تفكر في نفسك انت تبقى الفعل بغض النظر ايه اللي يحصل، مين اقرب واحد. حط ياسين سنتر باك. ماشي علشان يبقى مع ياسر دي ثنائيه كويسه. لو عايزين تشاركوا معانا في انا ممكن على فكره نمشيها خط خط، يعني زي ما انتوا عايزين. انا عندي ملحوظه على كل لعيب في التشكيله، فيا اما اقول كله يا اما نخش خط خط. قول كله بس بحيث ان انتوا تلحقوا كلكم تقولوا عشان الوقت. يلا. طيب وسط الملعب دايما في برضو عنوان كده ظاهر اليومين دول، ان ديانج ومروان دول ما ينفعش يلعبوا مع بعض. لا، هي غلط. بيعترض عليك يا كابتن سيد. بيعترض. ده بيعترض عليا انا كمان قبل ما ابدا اتكلم. بيعترض على كلام كابتن سيد عبد الحفيظ. لا هقول لك بقى، ما تلبسنيش مع كابتن سيد، ده حبيبي. بس اللي حاصل ان ديانج في الماتشات كلها. هترجع في كلامك ولا استنى، هستهدى بالله بس انا هقولها. صدمني. ديانج يمسك الملعب على طول ايه بقى؟ ديانج لو هو عنده 6 ماتشات في السنه مميز فيها، ماتش الزمالك واحد منهم. يعني اقصد لو انت شايف المنظر ده في ماتش انبي، ما تحكمش عليه دلوقتي، اصبر في ماتش الزمالك. انا اتفق تماما في النقطه دي. يعني في ماتش انبي ما تلعبش بديانج ومروان كتير. ما ديانج هو بيلعب 8 في ماتش انبي، بتدي له الكره ال8 ده بيبقى بيستقبل الكره في وسط ملعب المنافس، وبيستقبل الكره على الوينج. هو على الوينج بيعمل ايه؟ بيغرقك، ما هو مش وينج، ما بيعرفش يتصرف. طب هو 8. وصلنا الليفل ان في كوره لمحمد علي بن رمضان، عايز اقول لك على الدقيقه بتاعتها، دقيقه 7 و55 ثانيه في ماتش انبي. هو شايفه ولوحده ديانج مش عايز يبصيله، لانه عارف كويس انه هيعمل بيها ايه، ما هو بيعرفش يستلم في الحته دي. فرقم 8 في ماتش انبي ما ينفعش يبقى ديانج. بس في ماتش الزمالك اللي انت عايز تضغط فيه عالي، ما ينفعش يبقى احمد رضا.
فاهم الفكره؟ ماشي. فبالتالي هنا انت عايز تقيس بقى، هو انا عايز اضغط الزمالك يبقى ديانج موجود، لو انا مش عايز اضغط الزمالك دي حسبه تانية. طيب عندي بقى هنا برضو نقطه مهمه قوي، بيرلو وجاتوزو دول اتنين مشاهير جدا كانوا بيلعبوا جنب بعض، مخ والعضلات. مخ وعضلات، اسم الله عليك. عمرك حسيت ان في تاثير ان جاتوزو مش عارف يهاجم او بيرلو مش عارف يدافع؟ لا. ليه؟ لان هو وانا ببني اللعب انا عايز بيرلو، وانا بهاجم ما تلعبوا الحالات بتاعت عز يا جماعه اللي هو عايز يهنت ايه يا فريد؟ ما تلعب الحاجات يا حبيبي. يعني احنا خلصنا نص ده الحلقه الراجل خلاص قرب يخلص الحلقه يا حبيبي، انتوا بتعرضوا حاجات كتير. خلينا الحالات في الزمالك، انا كده كده عارف، يعني اعتقد ان الناس فاهمه قصدي، ان لما باجي اضغط انا محتاج جاتوزو، وفي نفس الوقت طالما دلوقتي انا في وقت هجمه جاتوزو يسحب نفسه لورا وبيرلو هو اللي يطلع مكانه قدام. ماشي. وده اللي كان بيحصل طول الوقت، انما الالتزام المطبق بالوقفه دي خلت ديانج يبان وحش، وخلت مروان يبان وحش. مروان ما بيدافعش كويس وديانج ما بيهاجمش كويس. طب ليه احنا ما بنعملش كده لما الكوره بتبقى خلاص في نص ملعب المنافس؟ ماشي. فدي نقطه ممكن تخلينا بس محتاجين نفكر فيها. لا خلاص بقى عشان ما نبقاش دل على متوهين السلامه يا الدنيا. عم فريد. ماشي. خلاص. فاحنا هنا محتاجين نفكر في الحته دي. طيب